اصحاب الانتقالي ليش مش راضيين تقتنعوا ان الانتقالي بح طار؟ ليش مش راضيين تقتنعوا ان اصحاب الانتقالي باعوكم؟ ليش مش راضيين تقتنعوا ان قيادة الانتقالي سرحت وخلتكم؟ ليش مش راضيين تقتنعوا ان اللي في الانتقالي كل واحد راح يدور مصلحته؟ اللي راح يدور له حقيبة وزارية، واللي راح يدور له دخش هنا ولا هنا، واللي راح يدور له منصب اي منصب، واللي راح يدور له صرفة، واللي راح يدور له كيس تمر. ليش مش راضيين تقتنعون؟ بالله عليكم ايش باقي معكم متمسكين فيه؟ قلنا لكم انتقالي باح. اخر حاجه اصحاب عدن المستغله جو جري يدوروا مصلحتهم داخل الرياض، طرحوا قناه عدن المستغله. الان قناه عدن المستغله عبر الفيسبوك، يعني زملاء الان قناه عدن المستغله زملاء احنا وياها الان عبر الفيسبوك، منشورات زي رئيسكم برضه، منشورات عبر الفيسبوك. وهي كل الفيسبوك الانتقالي كل الان بيرجع عبر الفيسبوك، عبر مواقع التواصل، ما عاد فيش قنوات معكم حتى. اخواني خلاص اقنعوا. واكبر دليل مسيره اليوم حق الضالع ذا، رجعوكم لاوين للجبال بعد ما كنتوا تصلحوا المسيره في ساحه العروض في خور مكسر وتهنجموا. الحين ما معكم الا الجبال مثل اول، وقبلها في ردفان في الجبال، والان في الضالع في الجبال، وعادكم بترجعوا من مدينه الضالع للجبال، لفوق الجبال، فوق كل شجره تلقاهم. خلاص انتقالي طار طح، خلاص اقنعوا. وعيدروس طار، وكل القيادات طارت. والله العظيم ان عدن شافت الحياه، والجنوب كامل شاف الحياه من بعد ما طار الانتقالي وعيدروس وزبانيتهم وحاشيتهم. حتى جعموم دي كان طب لهم ليل نهار وطب لعيدروس ودانه راح يدور مصلحته. كل الناس راح تدور مصلحتها. فاقنعوا يا جماعه، اقنعوا. خلاص ما عاد تشيلكم رجعه. قضيه جنوبيه على عنا وراسنا قايمه، لكن بحيدروس الله معه، بالانتقالي الله معه، مع ورور.